الايفون 15 برو بقى بشكل كما لم تره من قبل فعلا. يعني بدايه كده من الديزاين قال لك احنا يا سيدي عملنا تصميم جديد جدا، فريم من التيتانيوم، وقعد يقول لك بقى ان ده اقوى جهاز في العالم، واصغر حواف اتعملت على اي شاشه، واخف جهاز برو، واقوى ازاز في اي تليفون. كان ناقص يقول ان ده افشخ جهاز في العالم. وعلى سيره التصميم، زرار السويتش بتاع السايلنس اللي كان موجود في جنب التليفون اتلغى، وبقى في مكانه زرار اكشن باتون، زرار عادي جدا، بس الفكره ان ده بيعمل فانكشن معينه انت بتختارها، زي مثلا انك تخليه يشغل كاميرا او يعمل ريكورد او اي حاجه تانية انت عايزها. معاك هنا اقوى معالج في الكون، الاي 17 برو، وده اول معالج في العالم بيجي بمعماريه 3 نانومتر، واللي هتوفر بشكل كبير جدا في الطاقه، مع شويه تحسينات في السي بي يو والجي بي يو بالاخص اللي بقى 6 اضعاف احسن من الاول. ارقام مجنونه. مركزين قوي في حوار الجيمنج وتحسين الجرافيكس والاداء بتاع اللعب على التليفون ده. وقال لك ان شركه يوبي سوفت هتعمل اساسنز كريد ميراج، اللعبه اللي هتنزل كمان شهر او شهرين، هتبقى موجوده بشكل كامل على الايفون. الكاميرات، عندك كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل مع حجم سنسور اكبر وشويه تحسين في الاداء بتاع التصوير. عندك كاميرا تيليفوتو 12 ميجا بكسل بتعمل زوم حتى في 5 اكس اوبتيكال زوم، واللي بالمناسبه ده زوم كبير جدا يعني. عندك برضو ميزه كده اسمها سبيشال فيديو، ودي بتخليك تاخد فيديوهات 3D عن طريق انها بتشتغل مع الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد، عشان لما تجيب النضاره بتاعت ابل الكبيره ديت تبقى قاعد تتفرج على الفيديو كانك عايش جواه. يعني انت متخيل 3D فيديو بتليفون؟ تصوير الفيديو هنا بقى احسن من اللي موجود قبل كده، بقى اوصل 4K 60 فريم برو ريز، يعني حاجه في منتهى الجمدان في الكواليتي. واخيرا بقى عندك هنا مدخل يو اس بي تايب سي برضو، بس ده من اللي هو يو اس بي 3، وسرعه نقل داتا رهيبه بتصل لحد 10 جيجا في الثانيه. الاسعار، وعندك الايفون 15 برو بيجي بسعر $1000، وال15 برو ماكس ب $1200. ما تنساش اللايك والفولو. بيس.